فيلمنا النهارده شوت كولر بيتكلم عن راجل عايش حياته بهدوء وفي رفاهية، وبسبب الظروف وغلطة غير مقصودة بيخش السجن وبيتحول لأخطر وأذكى مجرم في أمريكا كلها. وبتبدأ الحكاية في سجن يعتبر أخطر سجون أمريكا على الإطلاق، وفي قتلة وسفاحين ورؤساء عصابات، لكن أهمهم هو جايكوب. وفي الوقت ده بيحس بلحظات من الندم والقهرة، وبيبعت لابنه جوش لأنه ما شافوش من 6 سنين، وبيتأسف له على كل شيء علشان ما كانش عايز الأمور توصل لكده، وإنه يبعد عنه طول حياته ويخذله بكل طريقة ممكنة. وبيطلب منه يخلي باله من أمه وما يبصش للماضي ويستمر في حياته. تاني يوم بيضرب جرس الإنذار في السجن، وبيكتشفوا إنه في مسجون شنق نفسه، ولكن الحراس ما بيقتنعوش بكل ده، وبيبقوا متأكدين إن زميله في الزنزانة هو اللي قتله، فبيرموه في السجن الانفرادي. ولكن في اليوم ده بيتم الإفراج عن جايكوب وبياخد حريته أخيرا، وبيشوف العالم لأول مرة من مدة كبيرة، وبيكون قلقان وخايف علشان الحياة الصعبة اللي داخل عليها. ولما بيوصل للمدينة بيقابل صديق السجن القديم فرانك، لأنهم مجهزين لخطة كبيرة وهيشاركهم في العملية الجندي السابق هاوي. وبنروح لكاتشر ضابط في الشرطة ومسؤول عن المجرمين اللي بيتم إطلاق سراحهم بشروط، وبيراقبهم وخصوصا الأخطر منهم. وبيجيله معلومات إن مجرم محتجز بنت عندها 14 سنة وخاطفها تحت تهديد السلاح، فبيروح له بيحاول يتفاهم معاه، ولكن المجرم بيطلق عليه 3 رصاصات بكل شراسة. لكن كاتشر بيكون لابس واقي من الرصاص وبيحميه من الموت، وبكل قوة بيكسر عليه الباب وبيقتله وبيحرر البنت بسلام. أثناء جايكوب مع رجالته في شخص غامض بيضرب عليهم النار وبيجري، فبيهربوا من المكان بسرعة قبل ما توصل الشرطة. وبعد تفكير بياخد جايكوب العربية لوحده وبينطلق للمدينة وبيتفرج على المباني العملاقة واللي كانت في يوم مكان شغله، وبيفتكر أيام ما كان شغال سمسار في البورصة من 10 سنين وعايش حياة كلها رفاهية ولعب مع أصدقائه. وبعد المباراة بيتكلم مع صديقه توم على السوق المالي والبورصة، والصفقة مهمة جدا ليهم، وبيتفقوا يتقابلوا بالليل ويتناقشوا أكتر. وبعد ما بيوصل جايكوب لبيته الفخم جدا بيسلم على ابنه جوش اللي بيحبه، وكان ساعتها لسه صغير وفي المدرسة، وبيكلم مع زوجته كيت عن خروجة النهارده مع توم ومراته جينيفر، وإن الواضح حب جايكوب جدا ليهم والحياة السعيدة اللي هم فيها. وبعد العشاء الجميل مع الأصدقاء بيركبوا العربية، وأثناء مناقشتهم بيتشتت جايكوب وبتخبط فيهم عربية بعد ما بيقطعوا الإشارة، وبتحصل حادثة مروعة وفظيعة، وبيتفاجئ الكل بموت توم ومراته جنبه بتصرخ من الكارثة اللي حصلت، وما بيصدقش نفسها. وجايكوب بيبقى مرعوب، وخصوصا إنه السبب في موت أعز أصدقائه، ولحد دلوقتي مش قادر يتخطى اللي حصل. وبنرجع لكاتشر بيبقى شغال على قضية كبيرة مع باقي الضباط، بيقول على المجرم الخطير الوحشي واللي بيدير منظمة إجرامية كبيرة من داخل السجن، وبعت رجالته علشان يعملوا صفقة أسلحة كبيرة جدا ويبيعوها للعصابات المكسيكية. وكل المعلومات اللي عندهم إن الصفقة هتتم في خلال 48 ساعة مش أكتر، والمسؤول عن الصفقة دي هو جايكوب، واللي يعتبر التاني بعد الوحش ودراعه اليمين. وبالنسبة للأسلحة فهم حوالي 1000 رشاش آلي و500 مسدس، يعني كمية تعمل مصايب، ولما تنزل الشوارع هتخلق عصابات كتير. ولكن من الواضح إن كاتشر بقى مضطرب نفسيا بعد الهجوم اللي عمله قتله للمجرم الخطير، وبقى بياخد مهدئات. وبنرجع بعد الحادثة اللي حصلت لجايكوب، وبعد ما تم القبض عليه ودخوله للسجن، وبيجي له المحامي بتاعه وبيقول له ان اللي حصل يعتبر جريمة، لانه كان سايق العربية تحت تأثير الكحول، وفي واحد مات بسببه، يعني على الاقل هياخد 7 سنين سجن، وخصوصا ان سواق العربية التانية رجله اتكسرت، ومفيش امل في البراءة. ولكن لو اعترف بالجريمة واقر بالذنب هيقدر يعمل صفقة مع المدعي العام ويتسجن 2 و8 شهور بس، يعني ممكن يخرج بعد 16 شهر مع حسن السير والسلوك. وفي الموقف الصعب ده بيتكلم مع كيت، وكانت فاكرة انه ممكن يخرج بكفالة مش اكتر، ولكنه بيصدمها انه هيتسجن على الاقل 16 شهر. وطبعا كل ده كتير عليها ومش متصورة ان حياته اتدمرت في لحظة، وبتحاول تقنعه ما يقبلش العرض ويحاول في المحكمة، بس للاسف خلاص هو متقبل كل ده علشان ضميره يرتاح. بيتقابل جايكوب مع هاوي وبيروحوا يتكلموا مع اعضاء العصابة المكسيكية ورئيسهم جوميز، وبيتفقوا على ميعاد ومكان العملية وتسليم الاسلحة، وهيقولوا باقي التفاصيل قبل العملية بساعة واحدة. وبعد اللقاء بيتكلم جايكوب مع هاوي وبيسأله هو ازاي جاب الاسلحة دي كلها، فبيعرفوا انها صدفة مش اكتر، لان وزارة الدفاع كانت بتنقل كميات كبيرة منها لتسليح القوات الافغانية، ولكن اختفى منها الالاف. وفي يوم لما كان مع الجيش هاجموا على منزل لطالبان، واثناء التأمين لقى باب سري واكتشفوا وجود الاسلحة دي موجودة في نفق تحت الارض، فقفل المخبأ من تاني ومحدش عرف بوجوده غيره، وقدر يلاقي مهربين ويدخلوا الاسلحة دي لامريكا. وفي اللحظة دي بيوصل فرانكو بيتكلم مع جايكوب عن حادثة اطلاق النار، وبيحاول يقنعه انها بسبب مشاكل بين الشباب وشوية مجرمين، ولكن جايكوب مش مصدق الكلام ده ومتأكد ان اللي ضرب
نار كان قاصد يقتله، فبيوعده فرانك انه هيلاقي اللي ضرب نار ويخلص عليهم، وبيفتح موضوع انه عايز يبقى معاه طول الوقت، ولكن جايكوب بيفهمه انه ما ينفعش يتشاف مع حد ليه علاقه بالعصابات علشان تحت المراقبه، وبيهزقه بسبب اللي بيعمله ده وممكن يودي العمليه في داهيه. وبعدها بيمسك هاوي وبيهدده بالقتل، لانه المفروض دلوقتي المسؤول عن العصابه كلها والعمليه بالكامل، والمفروض ما يقولش لحد على مكانه غير لما يرجع له، وبيهدده انه لو عمل كده تاني هيقتله. وبنرجع للماضي مع ترحيل جايكوب لسجن، وكان من اخطر السجون في امريكا، والمجرمين بيتعاملوا بكل وحشيه واسوأ، والقتل عندهم اسهل حاجه، ونظام السجن ده الكل بيناموا في عنبر واحد ضخم، وطبعا المساجين الجدد بيبقوا خايفين جدا، وجايكوب بيحاول يبعد عن اي حد وفاكر انه لما يتجنبهم هيقدر يعيش بهدوء. بس بالليل بيلاقي مجموعه من السجناء بيعتدوا على سجين جديد، وساعتها بيعرف انه لو مشي جنب الحيط هيداس عليه بالجزم، ولازم يدافع عن نفسه، واي حد يدوسله على طرف يقف قصاده وما يسمحلوش يجي على كرامته ابدا. وفي ساحه السجن الكل بيخرج وبيتفرج جايكوب على المساجين، وساعتها بيجي مسجون اسمر وبيتخانق معاه، والكل بيقف يتفرج على اللي بيحصل ورد فعل جايكوب، وساعتها وبدون تفكير بيجي على سجين وبيضربه بكل قوه وعنف، لدرجه ان الحراس بيجوا بسرعه وبيفضوا الخناقه بينهم، وبياخدوه يطحنوا ضرب علشان يتعلم الادب، وبيرموه في زنزانه انفرادي. وكاي مجرم لسه خارج من السجن بيروح جايكوب للضابط كاتشر علشان يعرفوا المكان اللي قاعد فيه ورقم تليفونه، وبيقول له انه هيكون تحت المراقبه. وبعد ما بيخرج جايكوب من الحبس الانفرادي بيقرب منه فرانكو، وده كان اول لقاء بينهم، وفي الوقت ده كان ضمن عصابه بوتلز، وبياخده للرئيس وبينصحوا يعاملوا باحترام لانه مسيطر في السجن. وفي الحقيقه بوتلز بيبقى عارف معلومات كتير عنه، وبيقول له ان اساس الحياه والنجاه في السجن هم العصابات، ولازم ينضم ليهم علشان من لونه وعرقه او هيموت في اي وقت، وعلشان ينضم ليهم لازم يثبت انه جدير بمكانه وايده تتلطخ بالدماء. وبيوافق جايكوب وهو خايف، وبعدها بتجيله زياره من كيتو جايباله رساله من جوش ابنهم، وبتكون حالتها النفسيه سيئه جدا ومش قادره تعيش من غيره. ولكن المصيبه الاكبر ان جينيفر رفعت عليهم قضيه للقتل الخطا، فبيقولها تبيع البيت علشان تسوي الامور ويبقى معاها فلوس تكمل دراستها وتقدر تعيش مع ابنه. وبعد ما جايكوب بيخرج من عند كاتشر بيروح علشان يشوف كي، وبتتصدم لما بتشوفه، وخصوصا من منظره اللي اتغير كتير. بس المهم انه بيديها اوراق حسابها الجديد اللي عمله علشانها، وحط فيه مبلغ كبير علشانها هي وابنهم، ولكنها بترفض اموال العصابات بتاعته، وخصوصا انه راجع لها بعد 7 سنين من اخر مره شافوا بعض فيها. بس جايكوب بيشرح لها ان الفلوس دي نظيفه وبتاعته قانونيه، ولكن ما قدرش يجيبها غير لما خرج من السجن. لكن برضه بترفض الفلوس وبتقول له لو عايز يدي لابنه حاجه يقابله يديها له بنفسه، لانه يستحق اب يكون جنبه. بس جايكوب مش عايز يقابله علشان ما يدمرلوش حياته لما يشوف ابوه خريج سجون ومجرم، وبيسيب لها الفلوس وبيمشي. وبنرجع للسجن من تاني، وجايكوب بيجي له واحد من افراد العصابه وجايب له بالونه فيها مخدرات، والمطلوب منه يهربها للساحه، ودي اول مهمه ليه لاثبات نفسه كفرد من العصابه. وفعلا بيقدر يخبيها كويس وبيهربها للساحه بعد ما بيعدي من التفتيش والحراس، وبينجح وبوتلز بيقبلوا في العصابه وبقى رسمي واحد منهم. بيروح جايكوب وبيقابل هاوي وبيروح الديسكو، وهناك بيقابلوا فرانك وباقي الرجاله، وبيبلغوا ان العمليه هتكون بكره وهيعرفوا المكان والساعه بالتحديد قبلها على طول. وبيبقى من الواضح ان فرانك عايز يعرف التفاصيل كلها والساعه بالتحديد، وشكله متوتر ومش على بعضه. وجايكوب بدا ياخد باله بيشك فيه، وبالرغم من كده بيحط معاهم الخطه وازاي هياخدوا الاسلحه من المخزن ومين اللي هيراقب المكان وكل التفاصيل. والغريب ان فرانك بيمشي لوحده بسرعه ومستعجل، جايكوب بيراقبه من بعيد لوحده، وبيكتشف المصيبه الكبيره انه بيقابل الضابط كاتشر، ومعنى كده انه خاين وجاسوس. وفعلا فرانك واقف بيحكي لهم على كل التفاصيل، وانه هيعرف مكان العمليه بالظبط قبلها بساعه واحده بس. وجايكوب مش راضي يقول المعلومات كلها لاي حد نهائيا، وبيطلب منه كاتشر انه يحط جهاز تصنت طول الوقت، ولو ما عملش كده حبيبته مش هتطلع من السجن، وكمان هو هيتقبض عليه ويترمي في السجن. ولكن فرانك بيرفض وبيقول له يحدد مكانه عن طريق التليفون، وفعلا كاتشر بيوافق، بس بيهدده ان لو تليفونه اتقفل للحظه واحده هيدمره، وفي نفس الوقت لو ساعدهم وسلم العصابه بالكامل حبيبته هتخرج وهيعيشوا في سلام. وكل ده وجايكوب بيتفرج ومش مصدق اللي شايفه، وطول الليل بيسهر يفكر هيعمل ايه في الكارثه دي. بس زي ما السجن علمه الخاين لازم يموت، وبيفتكر يوم ما بوتلز طلب منه يقتل مسجون خانهم وبيبقى متردد وخايف، ولكن تشوبر بيساعده في العمليه لان السجين ده ضخم وخطر جدا، وبيستنوا هما الاثنين اللحظه المناسبه بعد ما كل الزنازين بتتفتح وبيهجموا على الخاين وبيكتفوه وبيضربوا بالسكاكين اكتر من طعنه لحد ما بيموتوا ودمه بيتصفى، وبسرعه بيسيبوه مرمي في الزنزانه وبيهربوا. واتعلم في اليوم ده اكتر من درس، وهمهم ان في السجن يا تعيش ضحيه او محارب، وهو اختار يكون محارب. وتاني يوم في الاوتيل
يقتل بتجيله كيت ومعاها الجوش علشان كان نفسه يشوف ابوه جدا وما قدرتش تمنعه. وطبعا جايكوب بيكون فرحان جدا ومش عارف يقول له ايه، ولكن جوش بيقول له انه كان بيحب رسائل منه وبيستناها، بس بقاله اكتر من 7 سنين ما استلمش منه ولا رساله واحده، وعايز يعرف هو بيعمل معاه كده ليه. ولكن جايكوب بيفهمه انه مش هيقدر يكون جنبهم علشان يكونوا في امان، وحياته دلوقتي بقت اصعب من السجون واخطر، وبيطلب منه يبعد عنه نهائيا، وبيقفل الباب في وشه وقلبه بيتقطع وبيبكي. وكل ده وظابط المراقبه واقف بيتفرج، ولما بيعرف جايكوب انه موجود بيقرر يهرب من شباك الاوتيل علشان يفضل فاكر انه في غرفته، وبيروح يقابل هاوي وبياخد منه عربيه تانية وعنوان فرانك. وفي السجن بيعرف جايكوب ان عصابتهم وباقي العصابات البيت جات لهم الاوامر بين الوحش علشان يبداوا القتال مع السمر ويخلصوا على اكبر عدد منهم، ولكن جايكوب كان خايف من اعمال الشغب دي ومش عايز يشارك فيها. ولكن الشوبر بيقول له ان المعركه هتكون بين السجن كله وهيشارك فيها غصب عنه، لكن المهم انه يبعد عن الكاميرات والحراس علشان لو اتمسك في الكاميرات هتبقى قضيه كبيره، ولو مفيش اي دليل على حد هيبقى مجرد اغلاق كامل للسجن كام يوم وخلاص. وفي اليوم الموعود بتبدا افراد العصابات البيضاء بتوزيع الاسلحه على بعض وبيجهزوا وبيستنوا الاشاره، وفي اللحظه المناسبه بتبدا المعركه الدمويه والسجن كله في لحظه بيتقلب لساحه قتال وحرب، والحراس بيرموا قنابل الدخان للسيطره على الشغب بس بدون اي فايده، وبيقع العديد من الضحايا. وجايكوب بيحاول يدافع عن نفسه وبينقذ اصدقائه لحد ما بيضطر يقتل وبيجري يدافع عن جوميز المكسيكي قبل ما كان هيتقتل، وده سبب صداقتهم القويه، وبيقتل السجين اللي كان هيقتله. وساعتها الحراس بيبداوا بضرب الرصاص الحي والكل بيترمي على الارض، ولكن بيكتشف جايكوب انه قتل السجين قصاد الكاميرات، ودي مصيبه بالنسبه له. فعلا الفيديو بيروح للمحكمه وبيتحكم عليه ب9 سنين سجن، ومراته ما بتصدقش نفسها وهي شايفه جوزها تحول لقاتل، وبكده عرف انه مش هيخرج من السجن قريب، وبيقول لكيت تنساه وتعيش حياتها. وبعد اللي حصل بيتنقل جايكوب لسجن اخطر بكتير وفي اعتى واخطر المجرمين في امريكا بالكامل، ومخصص للسفاحين والقتله. والحياه في السجن ده مختلفه شويه، ويعيش في زنزانه مع زميل واحد بس، ومسموح له بساعه واحده بس في الساحه. وبعدها بيسالوا مدير السجن ليه شارك في اعمال الشغب، فبيجاوبوا انه عارف كويس السبب، وزي ما السجن ليه قوانين العصابات ليها قوانين خاصه، ولو ما مشيش معاها هيموت. وبيروح جايكوب على زنزانته الجديده وبيتعرف على زميله ريبر، وطبعا هم عارفين كويس ان اللي بيجي هنا ناس تقيله، فمحدش بيحاول يزعل التاني، وبيعاملوا بعض باحترام. ونظام الرياضه في الساحه مختلف جدا، وكل واحد ليه زنزانته الخاصه مع زميله وبيتحط فيها ومحدش بيقرب من التاني نهائيا. وساعتها جايكوب بيتعرف على اللي ماسك السجن واسمه ريدود، وده رقم 2 تحت الوحش على طول، وبيقول له ان اخباره بتوصل لحد هنا، والوحش مبسوط منه جدا، وبيشرح له ان السجون اللي زي دي مخصصه علشان تكسرهم وتدمرهم نفسيا. وبعد ما كاتشر بيدرس ملف جايكوب بيحس ان في حاجه غلط، وازاي واحد عنده حياه ممتازه اتحول لمجرم بالشراسه دي كده في السجن، لدرجه انه لما خرج وبقى حر رفض يتعامل مع زوجته وابنه، قفل الباب في وشهم وحاسس ان في حاجات كتيره مخبيها. وفي السجن بتبعت كيت اوراق الطلاق لجايكوب، وبيبقى سعيد علشان عايزها تستمر في حياتها. وتاني يوم لما بيخرج للساحه بيجري وهو مربوط وبيهجم على مسجون تاني بكل عنف، وبيضربه برجله بكل قوته لحد ما الحراس بيرموا عليهم ماده بتخليهم مش قادرين يتنفسوا. وبعد كام يوم بياخدوا الحارس روبرت للساحه، وبيتفاجئ لما بيلاقي في شخص مستنيه في الزنزانه اللي قصاده، وبيفهم ساعتها ان ده الوحش اخطر راجل في امريكا كلها، وبيقول له ان ريدود اتحكم عليه بالاعدام بعد ما قتل ضابط من حراس السجن، وكل ده علشان الوحش يفهمه ان هو اللي ماسك السجن ومحدش غيره، واللي مش هيفهم الكلام ده هيبقى مصيره الموت. وفي اللي بيفهم الكلام ده زي روبرت، وبيبقى واحد منهم وبيسمع الكلام. ودلوقتي بعد اعدام ريدود الوحش محتاج حد يكون التاني في القياده، وبيخلي جايكوب في المركز ده، وطبعا هو بيوافق وبقى خلاص هو المسؤول عن السجن هنا، وبقى متاح ليه زنزانه خاصه علشان يقعد فيها بخصوصيه، وكمان هيبعت له كتب عن علم النفس، وبيفهمه ان سر قوه المحارب واخطر اسلحته هي عقله. وبعد ما قضى معظم مدته الحارس روبرت رشحه لاطلاق السراح المشروط، واللجنه بتوافق، وبيودي له بعدها تليفون في الزنزانه وبيكلم عن طريقه الوحش، واللي بيقول له ساعتها على عمليه الاسلحه بالكامل. وجايكوب كان فاكر انه لما هيخرج من السجن حياته هتتحسن وهينسى موضوع العصابات ده، ولكن الوحش بيفهمه انه طول ما بيتنفس فهو واحد من العصابه، ولو فاكر انه هيقدر يهرب منهم يبقى غلطان، وبيهدده بمراته وابنه. وساعتها جايكوب بيسمع الكلام من خوفه عليهم وبيوافق على كل شيء بدون تردد. جايكوب بعد كل اللي اتعلمه ده بقى عارف كويس ازاي يتعامل مع فرانك بعد اللي عمله، راح اشترى المعدات اللازمه وهجم على بيت فرانك من الباب الخلفي بعد ما تنكر في زي عامل صيانه، ودخل عليه بالسكاكين وطعنه بقوه وعنف اكتر من مره لحد ما بيخليه يعترف بكل شيء عمله، وانه بيتعامل مع كاتشر، وان الجوميز عايز يقتله هو اللي بعت الواد وهجم عليه بالسلاح، وبعدها بينهي حياته بيسيبه غرقان في دمه. وفي نفس الوقت كاتشر بيبعت رساله علشان يطمن على فرانك،
ولكن جايكوب اللي بيشوفها. وساعتها كاتشر بيشك ان في حاجه غلط وبيحاول يخش للبيت، ولكنه بيشوف الدم وبيكسر الباب وبيلاقي فرانك ميت، وبيشك ان جايكوب هو اللي قتله، وبيبلغ ضابط التامين اللي بيراقبه وبيخليه يخش للغرفه بتاعته، وبيكتشف ساعتها ان جايكوب مش موجود في غرفته وهرب، وبيبلغ كاتشر بالمصيبه دي. ولما بيمسك تليفون فرانك بيلاقي ان في حد بعت له رساله وبيقول له انه هيبعت له الاحداثيات الساعه 11، فبياخد التليفون معاه وبيمشي. اما جايكوب فبيعرف انه خلاص كده يتكشف، وبيفكر يعمل ايه في كل اللي بيحصل والمصايب اللي نازله على دماغه. وبعدها بيروحوا بيستنى باقي افراد العصابه وبيتحركوا سوا علشان ياخدوا الاسلحه من المخزن، وفعلا بيكون رشاشات ومسدسات غير قابله للتعقب وبيحملوها على العربيه. وكاتشر حاسس ان العمليه بتبوظ، وبالرغم من كده مجهز رجالته والقوات الخاصه على امل ان الرساله توصل له. وبعد تحميل العربيات بالاسلحه بيركب جايكوب العربيه مع هاوي، ولما بتيجي الساعه 11 بالظبط بتيجي رساله لجايكوب بمكان الالتقاء مع العصابه المكسيكيه، وبيكون على بعد 5 اميال بس. ولكن الغريب انه بيبعت رساله الموقع على تليفون فرانك، وعارف كويس ان كاتشر هيشوفها وهيجي لهم وهيتحرك على المكان. واثناء ما هما في الطريق جايكوب بيعمل له حركه اغرب وبيطلع السلاح وبيهدد بيه هواي، وبيعرف منه ان الرشاشات كانوا 2000 رشاش، والفرانك استغفلهم واخد 1000 رشاش لنفسه، وهدد هواي بالقتل لو اتكلموا تحت تهديد السلاح. بيقول له على مكانهم ان هم بس اللي يعرفوا عنهم، وجايكوب بيبقى عارف ان الواد ده طيب، فبيأمره ينط من العربيه وبيختفي لان ده في مصلحته، وفعلا بيسمع كلامه. وبيتحرك جايكوب بالعربيه لمكان التسليم، وهناك بيتقابل واتنين من رجالته مع جوميز وعصابته علشان يبيع لهم الاسلحه وياخد الفلوس. وبيقول له انه عارف كويس انه حاول يقتله وانه عمل صفقه مع فرانك علشان يخلصوا منه، بس اللي ما يعرفوش انه خانهم وكان هيبيعهم هما الاثنين للحكومه. ومن بعيد بتوصل العربيات اللي تبع جوميز وهتنقل البضاعه، وفجاه بيهجم كاتشر مع القوات الخاصه على كل الموجودين، وبيطلقوا الرصاص من كل مكان بكثافه عاليه، واللي بيحاول يهرب بيموت في ثواني، وبيقدروا يمسكوا الاسلحه والعصابات بالكامل. وجايكوب بيكون في امان لانه نزل على الارض في لحظتها، وبيتقبض عليه مع الباقي، وبيفرح كاتشر بالعمليه التي تمت بنجاح. وبيرجع جايكوب للسجن وبيزوروا كاتشر وبيقدم له عرض انه يسلموا الوحش وكل المتورطين ويعترف عليهم، وساعتها هيخرج من السجن وهيبقى حر. لكن جايكوب بيرفض لانه هيبقى خاين واكيد هيموت اول لما يخرج. وبيرجع جايكوب لزنزانته وبيكون مهرب مفتاح للقيود وموس، وشكله كده بيفكر في مصيبه جديده. وبيجي له روبرت علشان ياخده ويقابل الوحش واللي بيكون في قمه غضبه، وبيتم ان هو اللي بلغ الشرطه بمكانه بما ان فرانك ميت من بدري، وجوميس ما بعتش رساله بالمكان غير ليه هو وبس. وجايكوب ما بينكرش اللي حصل، وساعتها الوحش بيهدد انه هيقتل عائلته عقابا على اللي عمله. وبيجي روبرت علشان ياخده على الزنزانه، وساعتها جايكوب بيقدر يفك نفسه من القيود، وبيهدد روبرت بالقتل، وبيدخله للزنزانه مكانه وبيقفل عليه، وبيفتح الزنزانه على الوحش وبكل تحدي وغضب، وبسرعه بيرشق الموس في رقبته وبيصفي دمه وبيقتله بدم بارد، وبكده هو حافظ على عائلته. وبيروح لروبرت وبيتفق معاه انه يكتب في التقرير بتاعه ان الوحش اللي هجم عليه الاول بالموس، وهو اضطر يدافع عن نفسه مش اكتر، وفي المقابل كل شيء بينهم هيفضل زي ما هو، بما فيها الفلوس اللي بتتحط في حسابه كل شهر. وبيهدده في نفس الوقت لانه بقى مكان الوحش وبيملك كل شيء، وروبرت بيوافق. وبعد ما بيوصل التقرير باللي حصل لكاتشر ما بيبقاش مصدق، وبيعرف ان جايكوب كان مخطط لكل ده. في نفس الوقت بتجيله رساله فيها عنوان، وبيروح للمكان وبيلاقي باقي الاسلحه، وبيعيش بعدها جايكوب في سلام وسط كتب علم النفس. بيجيله رساله من ابنه بيقول له انه قدر يعيش حياته وسمع بنصيحته وساب الماضي وراه وتقبل الواقع، بالرغم من انه مش فاهم كل اللي حصل، وانه اهم حاجه يحمي امه، وبيغفر له كل شيء عمله وبيحبه. وبكده بيكون فيلمنا خلص. استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.